اهلا وسهلا بكم اصدقائي الاعزاء بقناة عباس بيدي. موضوع حلقتنا لليوم هو شخص اسمه تشارلز كولن، وحتى نفهم من هذا الشخص وشنو القصة العجيبة الغريبة اللي وراه لازم نرجع بالزمن لسنة 1960، وتحديدا لولاية نيوجيرسي. لما راح نوصل هناك راح نفوت على عائلة كلش فقيرة مكونة من 7 أفراد، وبهاي السنة بالتحديد اللي هي 1960 راح يجيهم مولود جديد ويسموه تشارلز. هنا العائلة صارت مكونة من 8 أفراد، بس المصادفة الغريبة انه هذا الطفل ما راح يعيش طفولة مثل باقي الأطفال، وإنما طفولته كانت مليئة بالمآسي وسلسلة من النكبات النفسية. هذا الطفل لما كان عمره كم شهر والده راح يتوفى، وهنا راح يعيش بوسط عائلة مفككة وما حد مهتم بالثاني. والمشكلة انه تشارلز كان يتعرض للتنمر، والمصادفة الغريبة انه التنمر ما كان يجي من الشخص الغريب وبس اللي هو بالمدرسة، لا، التنمر كان يصير عليه من داخل البيت نفسه، لان ازواج شقيقاته كانوا هم اصلا يتنمرون عليه وسببوا له مجموعة من العقد والنكبات النفسية. فبسبب العقد النفسية والضغوطات اللي صارت على تشارلز حاول ينتحر بعمر 9 سنوات. يعني تخيل، هو بعد الطفل كل شيء ما يعرف وحاول ينتحر. ومو بس هاي، يقال انه خلال حياته حاول ينتحر اكثر من 20 مرة. السالفة ما وقفت هنا وبس، وانما لما كان بعمر المراهقة والدته توفت بحادث سيارة، وللأسف هذا الموضوع هو اللي كان القشة التي قسمت ظهر البعير. هنا تشارلز تدمرت نفسيته، قام ما يشوف شي بالدنيا غير بس السواد والاكتئاب. فلما وصل خبر وفاة والدته راح للمستشفى، وهناك شاف منظر بقى معلق بذاكرته لحد ما يموت. شاف والدته بجسد عاري ومشوهة، وأول مرة يشوفها بهذا الشكل الغريب. وهنا رسمت عنده صورة نمطية عن المستشفى، انه هذا المكان هو اللي يحدد الحياة والموت بالنسبة للشخص. طبعا بعد هذا الموقف تولد شعور دائم عند تشارلز بالدونية، وكان دائما يحس انه هو ضعيف وما يقدر يدافع عن نفسه ولا اكو احد يحميه. وطبعا هذا الشعور اللي تولد عند تشارلز راح يفسر لنا هواي شغلات راح نحكي عنهن بعد شوية. فبسنة 1978 تشارلز قرر يغير من حياته ويهرب من الواقع المريض اللي هو عايش بيه، وقدم وين؟ قدم على البحرية الأمريكية، وفعلا طلع قبوله وراح داوم. وطبعا ما يحتاج اسولف لكم واقول لكم شنو هي اجواء العسكرية وشنو الضغط النفسي اللي يصير على الشخص هناك. ومثل ما نعرف ان تشارلز اصلا عانى من ظروف نفسية صعبة، فهناك ما قدر يتحمل الضغط العسكرية والضغط اللي كان يصير عليه من جهة زملائه، لان زملائه بالعسكرية هم اصلا كانوا يتنمرون عليه مثل لما كانوا يتنمرون عليه اصدقائه بالمدرسة. وهناك تشارلز ما قدر يتحمل ورجعت له الافكار الانتحارية، وفعلا مرة من المرات لزموه وهو كان يحاول ينتحر. فبسنة 1984 القيادة العسكرية شافت انه هذا الشخص مو حمل عسكرية والضغوطات اللي قاعدة تصير عليه، فانطوه تصريح طبي عام 1984 وانفصل من الخدمة. طبعا صديقنا تشارلز كولن بعد ما طردوه من البحرية الأمريكية ما قعد وسكت، وإنما قرر يدرس تمريض، وفعلا دخل كلية التمريض وتخرج من عندها بسنة 1986. وهاي السنة هي نفسها اللي تزوج بيها من أدريان تومسون، وخلف من عندها بنات 2. طبعا بالطبيعي انت راح تشوف من برا عائلة مسالمة متكونة من 4 أشخاص، بس داخل البيت ويا صديقي طبعا البيوت أسرار. كانت تدور حرب نفسية بين أدريان تومسون وتشارلز كولن. بمرور الوقت بدأت تكتشف انه هذا الرجال مو صاحي وعنده عقد نفسية ومريض بعقله تقريبا، لان تخيل كان يمارس سلوك سادي وعنيف حتى على الحيوانات الأليفة. يعني مرة من المرات جاب كلب صغير وخلاه بالفرن، انت متخيل؟ يعني هذا الشخص كان عدواني الى ابعد الحدود. بس سلوكياته الغريبة ما كانت تظهر على بناته، وانما كان يطلعها على الناس اللي يكرهها او يحس انه هذول الناس ما يحبوه، فكان يطلع ضدهم هاي السلوكيات وحتى على الحيوانات الاليفة. يعني قابل مثلا كلب شو مسوي له؟ بس مثل ما قلنا انه هو اصلا شخص مضطرب نفسيا. فبمرور الوقت زوجته ما قدرت تتحمل تصرفاته الغريبة العجيبة اللي كان يسويها، فبسنة 1993 وصلت للنهاية، وزوجته اخذت اطفالها الاثنين وراحت للمحكمة وقدمت شكوى للقاضي بتصرفاته الغريبة والعجيبة. والقاضي هنا أصدر قرار أنه ينمنع تشارلز كولن من الحضانة وما راح يشوف بناته بعد. وهنا تشارلز كولن فعلا تدمر ونفسيته تعبت حيل، وكان يشوف كل شيء بنظرة سوداوية. وهنا تكونت عنده عقدة تحكم، انه هو اصلا ما قادر يتحكم بحياته هو، فقرر انه يتحكم بحياة الناس. وهاي الفقرة الجاية هي لب الموضوع واهم فقرة بحياة تشارلز كولن. زين، وتالي عقد تشارلز كولن النفسية وين راح توصلنا؟
يا صديقي راح توصلنا سنة 1988 11 حزيران. بهذا اليوم تشارلز كولن كان عنده خفارة بوحدة الحروق بمستشفى سانت برنابا بولاية نيوجيرسي. طبعا تشارلز كان واقف قدام شخص يعاني من حروق شديدة، وبدل ما ينطيه إبرة مسكن أو يعلق له محاليل، تشارلز حقنه بدواء وريدي وسبب له وفاة مباشرة. وهاي كانت الضحية الأولى بسجل تشارلز كولن الإجرامي. طبعا تشارلز كولن كان ذكي وخبيث كلش، ما كان يستخدم سموم قاتلة بحيث تكشفها بالتحاليل الروتينية، وإنما كان يستخدم أدوية موجودة ومتوفرة بكثرة بداخل المستشفيات. وأهم هذه الأدوية هن اثنين، الأول هو الدايجوكسين والثاني هو الإنسولين. وطبعا يا صديقي ذن الأدوية فعلا ممكن يكونن قاتلات إذا زود الجرعة لحد معين. فتشارلز كان فعلا ذكي. والشغلة الثانية اللي كان فعلا هو بيها ذكي، إنه ما كان يحقن المرضى بشكل مباشر بأغلب الأحيان، ولا ما كان يسوي خطة شيطانية، واللي هي إنه تشارلز لما يكون عنده مناوبة ليلية كان يفوت لغرفة المخزن بالليل ويحقن أكياس المغذي اللي هي المحاليل الوريدية بحقن من الدايجوكسين والإنسولين بجرعات قاتلة. فتشارلز لما يروح الصبح للبيت وبعيد عن الشبهات والأنظار، يجي ممرض ثاني ما يعرف شنو السالفة ويعلق هاي المحاليل اللي بيها جرعات سامة من الأدوية للمريض، والمريض فورا يتوفى. وطبعا تشارلز هنا بالبيت نايم ومرتاح وما حد يقدر يشك بيه ولا هو اصلا عايف اثر وراه. فتشارلز استمر على هذا الوضع لحد ما اجت سنة 1992، وهنا ادارة المستشفى بدت تشك، لان من يوم دخل تشارلز للمستشفى واحنا الوفيات عندنا قاعدة تزيد. فلما بدت الشك تشارلز كولن حس انه راح ينكشف، وهنا قدم استقالة. ومع ان ادارة المستشفى كانت شاكة بتشارلز وتعرف انه اكو شي وراه، ما كانوا يخبرون السلطات المحلية ولا الشرطة، خوفا على سمعتهم وخوفا انه يدفعون تعويضات الاهالي المتوفين. فايش كانوا يسوون؟ كانوا ينطون شهادة خبرة نظيفة تشارلز ويقولوا له روح اشتغل بمستشفى ثاني. وفعلا ظل على هاي الحالة واشتغل ب9 مستشفيات خلال 16 سنة، وكان بكل مستشفى يروحها ينعاد نفس السيناريو ويعوف سلسلة من الضحايا، وإدارة المستشفى تقول له روح بحال سبيلك ولا تسوي لنا فضيحة. فبسنة 2002 صديقنا تشارلز اشتغل بمستشفى طبية اسمها سومرست، وهناك صديقنا تشارلز المضطرب نفسيا وعقليا يتعرف على ممرضة اسمها إيمي لوفرن، وكان يتعامل وياها بلطف لسبب ما حد يعرفه. فهاي الممرضة صارت صديقته الوحيدة بديك المستشفى، وكانت هي متعاملة بلطف، وصارت بيناتهم عزايم وهو قام يروحوا لها على البيت وهي تجي للبيت، وصارت بيناتهم مثل ما نقول زاد وملح. بس المشكلة انه خلال وجود تشارلز كولن بهاي المستشفى، ادارة المستشفى بدأت تلاحظ ارتفاع بعدد الوفيات من ساعة ما دخل صديقنا تشارلز كولن للمستشفى. وطبعا ادارة المستشفى تسترت على الموضوع لمدة 3 اشهر، بس لما ماتوا 5 مرضى خلال شهر واحد، ادارة المستشفى هنا بلغت الشرطة فورا. وهنا الشرطة خلوا محققين اللي هو تيم براون ودان بالدوين. دول المحققين بعد شوية تحقيقات اكتشفوا ان الموضوع كله متعلق بالشفت الليلي. انا احتاجوا ان يكون وياهم احد من داخل المستشفى فاهم بشغل الاطباء والتمريض حتى يوكلوه بكم مهمة. وهنا راحت عيونهم على الممرضة ايمي لوفرن، الصديق الودود صديقنا تشارلز كولن. فدول المحققين سحبوا بيانات نظام سحب الادوية بذاك الوقت اللي اسمه ميد ستيشن، وانطوا هاي البيانات لإيمي لوفرن وقالوا لها روح اقريها بالبيت وقولي لنا شنو عرفتي من هاي المعلومات. طبعا هنا كانت الصدمة بالنسبة لإيمي لوفرن، لأن شافت انه صديقها تشارلز كولن خلال فترة الشفت الليلي كان يسحب أدوية المرضى أصلا مو تحت رعايته ولا إشرافه، وكان ياخذ تحديدا دوايين اللي هو الدايجوكسين والانسولين، وكان ياخذهم بكميات كبيره. طبعا صديقنا تشارلز كولن مثل ما قلنا انه هو ذكي وخبيث بنفس الوقت، وكان مستغل ثغره جدا مهمه بهذا النظام. خلي اشرح لك الثغره بكل بساطه. لما كان صديقنا تشارلز يحتاج اي دواء كان يحدد عليه بالحاسبه فينفتح له درج، فاللي كان يسوي انه ياخذ الدواء ويسوي كنسل للعمليه. فهنا النظام سجل انه هاي العملية لغت وماكو اي دواء اخذ، بس بالحقيقة هو اصلا اخذ الدواء ورجع سدد الدرج وسوى الغاء للعملية. فبهاي الطريقة كان صديقنا تشارلز كولن يحتال على النظام وياخذ كميات كبيرة من الادوية حتى يسمم بها المرضى. فهنا ايمي لوفرن اخذت صدمة حياتها وقالت انه هذا الشخص اللي انا كنت اثق بيه ومعتبرته صديق طلع وحش بشري. فالمهم وراها قالت هاي المعلومات للمحققين، بس المحققين ما يقدرون يعتقلون تشارلز حاليا، لان هنا السالفة هي عبارة عن سرقة ادوية مو قتل، فيريدون يخلوه هو يعترف او يلزموه متلبس بالجرم المشهود. فالمحقق سوى خطة حتى ياخذ اعتراف تشارلز كولن بإرادته. قال لإيمي لوفرن ان تروح تقابله بمطعم، وطبعا لازم تلبس جهاز تسجيل وتروح تقول له بالحرف انه انا قرأت السجلات
وعرفت انه انت قاعد تسوي هاي السوالف وقاعد تقتل بالناس، بس انا صديقتك المقربة وما راح ابلغ احد عنك، بس اريد اعرف ليش انت تسوي كل هاي الاشياء. ففعلا ايمي لوفرن لبست جهاز التنصت وراحت قابلت تشارلز كولن بالمطعم، ولما قالت له هذا الكلام اللي قلت لكم اياه قبل شوية، تشارلز كولن انهار وقال أنا بعد ما أقدر أكمل ولازم أستقيل، وظل يردد هذا الكلام لأكثر من ربع ساعة. فهنا الشرطة فورا دخلت على تشارلز كولن واعتقلته. فبعد ما اعتقلوا تشارلز كولن ظل ساكت لمدة 6 ساعات وما نطق بأي حرف، بس لما دخلوا عليه إيمي لوفرن وقعدت تبكي قدامه هو انهار وبدأ يعترف بالجرائم وحدة ورا وحدة. طبعا تشارلز كولن اعترف بقتل 40 شخص بس، بينما المحققين يقولون انه هو قتل اكثر من 400 شخص. ولما سألوه عن السبب اللي كان يدفع لقتل الناس، كان يقول ان ذول الناس كانوا مرضى وانا احاول اخلصهم من الالم. بس المحقق كان اذكى منه وقال له انه اكو بعض الوفيات اصلا كانوا شباب وكانوا يتعافون وما عندهم اي الم ولا مرضى اصلا. وهنا سقطت حجة تشارلز كولن وتبين انه هو فعلا مريض نفسي وكان يقتل الناس بسبب امراضه النفسية والعقد اللي عنده. فتشارلز كولن هنا يتصنف كأخطر قاتل متسلسل بتاريخ أمريكا. وطبعا تشارلز كولن انحكم 11 مؤبد وما راح يطلع من السجن أبد مع الأعمال الشاقة. وهاي كانت قصتنا اليوم من عباس بيدي. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهاي الحلقة. أشوفكم حلقات جاية، في أمان الله.